أهلا بيكم في مطبخ سلوى جودة. أرجو الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس، وما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة. وتعالوا نشوف وصفة النهاردة. السلام عليكم، أهلا بيكم حبايبي ومتابعيني في مطبخ سلوى جودة. النهاردة حبايبي عملت لكم جاتو الملفيه، مش قادرة أقول لكم بقى طازة وطعمه تحفة تحفة تحفة. ويلا بينا حبايبي نشوف الجاتو الجميل ده اتعمل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اجعل يومنا عاطر بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي النهارده هعمل لكم قطع الملفي الجاتو اللي احنا بنحب نشتريها، كلنا بنحب الملفي، وانا هعمله لكم النهارده في البيت بطريقه بسيطه وسهله جدا. انا شاريه الطحان برضو، قبل كده عملت لكم تورته الملفي، النهارده هعمل لكم قطعه جاتو. الطحان يا حبايبي انا بجيب الطحان نوعه جيد جدا ممتاز. لو مش لاقياه وصي خامات الحلواني اللي انت زبونته هيجيبها لك، تمام. ونيجي بقى نفتحها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي اهو، هو عباره عن 3 طبقات مغلف اهو، هنطلعه بقى وهوريهولكم. نيجي بقى حبايبي بالنسبه للملفي اللي انتوا شفتوه ده، زي ما انا قلت لكم في وصفه التورته قبل كده، التكه بتاعت الزبادي، علبه زبادي مع اي كريم هنعمله بتخلي الطعم تحفه تحفه بجد، جربوا. وانا هنا نزلت بعلبه زبادي. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي كوبايه كريم باتيسير وهحط ربع تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي انا هزود شويه في المقادير بتاعتي. حطيت كوبايه ونص باتيسير، وهحط نص كوبايه كريم شانتيه. وزي ما قلت لكم ان انا بجيب كريم بودر لباني، تمام. اهي كده كوبايه ونص. والمفروض ان الكوبايه وربع باتيسير وربع كوبايه كريم شانتيه بياخدوا كوبايه لبن، وبتنزلي تدريجي ما تنزليش مره واحده. انا طبعا مش عشان حاطه زبدايه، مش هنزل بقى بالكميه دي كلها. احنا مع بعض اهو هقول لك هناخد قد ايه. حبايبي انا حطيته على الظهر بتاعه عشان الوش بتاعه، بصوا اهو الوش بتاعه، بصوا عامل ازاي كده. انا مش هعرف اعمل له الجناش بتاعه كده افضل. حطيته على الوش اهو على الظهر بتاعه، وهنبتدي بقى نعمل له الجناش بقى اللي هو الباستري اللي انتوا شفتوه. اخدت يعني حوالي كوبايه الا ربع لبن مع علبه الزبادي. وبرده ما نزلتش مره واحده، انزلي تدريجي لحد ما القوام يظبط معاكي. ودلوقتي بقى حبايبي هنعمل الجناش اهو حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام يا حبايبي، بسم الله. شايفه حبيبتي اهو، هربعها كلها بنفس الطريقه وهوريها لك لما اخلصها عشان ما اطولش عليك الفيديو. حبايبي عملت اول طبقه كلها اهي، بصوا حبايبي اهي، تمام كده. وهعمل الطبقه التانية زيها بالظبط وهرجع لكم تاني. وعايزه اقول لك يا حبايبي اللبن اللي انا عملت بيه الكريم ضروري يكون متلج، حتى لو في قطع تلج صغيره كده مش مشكله. نيجي بقى حبايبي للجناش بتاع الملفيه اللي احنا عملناه. هنزل بمعلقتين نوتيلا، تمام. اي نوع عندك، دلوقتي عاملين انواع كتير وفي انواع اقتصاديه، اي نوع عندك يا حبيبتي هيقضي الغرض، مش لازم الغالي. معلقتين على حمام بخار يا حبايبي. وهنزل بقطعه شوكولاته. وحبايبي نزلت اهو. هنزل حبايبي بمعلقتين لبن، بس معلقتين. حبايبي خلاص ابتدت تسيح اهي، هنزل بمعلقتين زيت للتلميع، هيديها لمعة جميلة جدا.
هاجي بقى انزل بالشوكليت اللي انا عملته. بصوا بيلمع وجميل ازاي. ننزل بقى كده عليها. ده مجرد بقى ايه اضافات. عندك كراميل حطي، مفيش خلاص مش مشكلة. حبايبي شايفين بقى الجاتو بتاعنا الجميل ده. بصوا جاتو الملفي بتاعنا اتعمل ازاي. مش قادرة اقول لكم بقى طعمه طازة وروعة روعة روعة بجد تحفة. وحبايبي عايزة اقولك بقى ان هو هيتقطع مربعات زي القطع اللي بتتباع عند الحلواني، ولعلمكم بيتقطع في منتهى السهولة. ويا رب حبايبي اكون قدرت افيدكم. ويا ريت بقى كل يعني اللي بيتفرج على الوصفات يشترك في القناة ويفعل الجرس. واشوفكم على خير يا حبايبي في وصفة جديدة من مطبخ سلوى جودة.